السلام عليكم. نفسك تاكلي فول من عربية الشارع؟ طب نفسك تشوفي طعم الفول العادي بيتحول معاكي في البيت لفول العربيات اللي بتشتريه من عربيات الشارع للفطار أو للعشاء أو حتى السحور؟ تعالي هقولك على المكونات والطريقة على أصلها. كمان هنعمل مع بعض دقة الفول بنكهتها اللي بتنقلك على العربية وانتي في البيت. بس في الأول فضلا وليس أمرا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد مننا. قناتنا منوعات أسرة بسيطة دايما معاكم، هتعمل لكم كل اللي انتوا بتحبوه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله في الفيديو ده هعلمك كل تريكات الفول المدمس زي العربية بالظبط، وكمان هعلمك الدقة اللي بتبقى موجودة عنده اللي بيرشها لنا كده على الطبق. طبعا ما يحلاش كده الفول غير بالعيش البلدي. بصي التقل بتاع المية بتاعته من غير ما نحط له ولا نشا ولا دقيق ولا اي حاجة خالص، ومكونات بسيطة جدا وهيطلع معاكي زي عربية الشارع بالظبط. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة أنا كنت نقع الفول بتاعي من بالليل، كمية طبعا دي حسب ما انت عايزة. كنت غاسلة معاهم كمان حبة عدس وحبة رز، والمكونات بقى ليمونة